النرجسي والاعياد والمناسبات. دائما تلقاو في بعض البيوت هكذا نهار كاين واحد الشخص هكذا نهار العيد، دائما نهار العيد ولا كاش فرحه ولا كاش مناسبه هكا الناس فرحانين وزاهيه ومنا لازم يقلب لهم دراما ولازم يفتعل المشاكل ويحول هذيك الفرحه والسرور والبهجه الى دموع وكآبه وحزن. قبل ما نبداو مع بعض فيديو اليوم ما تنسوناش فضلا وليس امرا بالاعجاب، الاشتراك، تفعيل الجرس على الكل كي يصلكم كل جديد. النرجسي والاعياد والمناسبات. علاش النرجسي دائما ما يحبش الاعياد والمناسبات؟ لو كنقول لكم السبب اكيد راح تتفاجئوا، خصوصا اللي ما يعرفوش عن النرجسي وما يعرفوش شخصيه النرجسيين. مثل ما نعرفوا جميعا باللي النرجسيين كامل يا البنات الشخصيه تاعهم هكذا حسوده وحقوده وعندهم غيره كبيره بزاف، وهذه الصفة تاع الغيرة والحسد تخليه يكره الفرحة والسعادة والنجاح عند الآخرين. هذه الغيرة نتاعو يغير عليك، يغير منك غير ولا شافك مثلا شاف إنسان هكا سعيد وفرحان وهكذا يغير، يحسدك على الضحكة، يحسدك على الفرحة. هذا هو النرجسي، ما يحبش يخلي هكذا الناس تضحك، ما يقدرش يتحمل ضحكة الناس وفرحة يعني الضحية، لأنه هذا النرجسي دائما تلقاه عنده ضحية هكا واحد هكذا يعني اللي يحب دائما يكره له حياته ويغير منه ويحزده وكل شيء. هذا يا نسميوه حنايا الضحية. بسبب هذه المشاكل اللي يفتعلها هكذا يحب يخلي ذاك الضحية نتاعو ولا يحب يخليه مقلق متوتر عصبي، ما يبردش قلبه حتى يخليه هكا يبكي ويشوف دموعه طايحة على خده ويخليه غاضب. على واش؟ لانه لما يشوف الضحيه تاعو في نهار العيد الناس فرحانه وزاهيه، هو يقلب هذاك الضحيه تاعو يقلبه يبكي وحزين ومتوتر وقلق. هنايا راح يتغذى على الطاقه تاعو وراح كيشغل هكذا يمتص الدماء نتاعو، كيشغل هكذا يمتص الطاقه والحيويه والقوه تاع الضحيه، كشغل هذيك الفرحه اللي كان فرحها والاخر وهو يدلو مشكول هكذا ولا يبقى يلحلو في الكلام ولا يبقى يقلق فيه باش يمتصلو هذيك الطاقه والحيويه. وهذه الضحيه بنات يعني سواء ضحيه لزوج ولا ضحيه لزوجه ولا لضحيه اي نرجسي دارك ما بين عينيه تذبل يوم وراء يوم حتى تصبح ضعيفة خايفة، ليس لها ثقة في نفسها وما عندهاش حتى ثقة في أي شخص آخر. تلقاي دايما الخوف كم يسيطر على عقلها وتفكيرها، يعني بسبب وشي؟ بسبب الضغط هذاك اللي مارسه النرجسي عليها. ديما راه خانقها، ديما راه مكره لها حياتها، خلاها ما ثقش لا في الكلام نتاعها لا في طريقة الكلام نتاعها لا في طريقة تعاملها مع الناس. والنرجسي هذا يكره الأعياد، ما يحبش هذه ضحية تاعها لا تفرح لا تسعد لا يدخل عليها لا فرح لا سرور. ويديروا هذو الضحيه يا بنات يبداو هكذا كيما يقولوا تيا مثلا هذه ضحيه تاع النرجسيين تبدا نهار العيد فرحانه توجد سعيده تستعد هكا باش تجي هكا العيد وتلاقى مع العباد ولا فامي ومنا. ولكن النرجسي هذا يبدا نار الحقد تبدا مشتعله في داخله، يبدا هكذا كيشوف ديك الضحيه فرحانه بالعيد وتوجد للعيد، هو لا النار تاع الحقد والغيره تلقايها ماليه القلب نتاعو. ما يتحملش النرجسي هذا انه هذيك الضحيه نتاعو تلقاها مع اصدقائها واحبابها متفاهمين فرحانين وما عندهمش مشاكل مع بعضهم ومستمتعين بالعيد. على جال هذا الشيء يسعى يدير كيما يقولوا النرجسي هذا يدير المستحيل باش يفسد عليها فرحة تاع العيد ويجعلها تغضب وتتوتر وتبكي وتحزن. بعدها فقط كي يشوف دموعها ويشوفها مقلقة ويشوفها متوترة وديك الفرحة وديك السعادة تاع العيد كي تشوفها راحت منها كما يقولوا فقدت هذيك الفرح وتولى لها حزن، هذاك وين يكون حقق المبتغى تاعو ويبرد قلبه كما نقولوا حنايا بالعامية ولقاو الشيء اللي كان يحوس عليه. وما يكتفيش كما يقولوا هكذا كي شغل هكا ما يكتفيش باللي انا صمت لها الفرحه تاع حلاله، يقول لها شغل كي يصف هكاك شغل بالمهبوله انت مجنونه انت اللي راك ديري في المشاكل، وش هذه الحساسيه هذيك الحساسه ولات حساسه تتحسس من كل شيء، ويقلب عليك الطاوله ويلعب هو دور الضحيه اللي راه يتحمل المعاناه نتاعك وضعف الشخصيه نتاعك، وباللي راك انت اللي نهار المناسبات والاعياد انت اللي راكي تفتعلي في المناسبه في المشاكل.
والنرجسي هذايا البنات هي هكذاك شغل يفسد الفرحه تاع الذكيه تاع الضحيه عفوا نهار العيد ولا قبل العيد بيوم ولا بعده هكا بنهار. المهم نهار العيد ما يفوتش هذه الفرصه الثامنه باش يشوف دموعك على خدك سايحين، لانه تعتبر بالنسبه للضحيه كمناسبه سعيده ولازم يفسدها ليه باش نار الحقد والغل والكره والغيره تبرد في قلبه. على جال هكذا كل من ابتلاه الله عز وجل بنرجسي واش يدير عليه ان يتجاهل كل محاولات تاعو باش يفسد لك فرحه العيد، وكوني متاكده باللي راه يعني هكا لكن ما ارتكبتيش اي خطا اتجاهه، غير هو برك راه ناقص ثقه في نفسه وناقص عقل وحب يدير لك المشاكل باش يصمت لك الفرحه تاعك وما يخليكش تستمتعي مثل بقيه الناس بالعيد. ومثل ما نعرفوا العيد ولا الحفلات ولا المناسبات هكا النجاح كلها افراح تفرح هكا ضحيه بقدومها، لهذا هي تثير حقد وحاسد النرجسي. في كل مناسبات سعيده سوف يبذل كل مجهود لابطال الفرحه وتعكير اجواء الفرح والسعاده عند الضحيه. استمتعوا بالمناسبات تاعكم، استمتعوا باعيادكم، استمتعوا بالحفلات نتاعكم، وما تخليوش اي انسان يقلقكم ويعكر لكم مزاجكم ويفرح لكم ويفسد لكم فرحه الاحتفال هكذا بالمناسبات. وما تنتبهيش لكل محاولات الشريره للافساد نتاع الافساد هكا باش يفسد لك الفرحه تاع العيد تاعك والفرحه هكذا كي شغل باش يفسد لك. المهم هذه محاولات شريره مثل ما قلنا، هذا النرجسي لانه انسان خبيث شرير بالفطره، ماشي كما يقولوا هكذا قرع ليها ولا لا هكذا جايه شخصيته كما هكذا، يعني هو ابتلاء هكذا بنات. المهم استغني ديريكت على وجوهه، ما تفخريهش كما نقولوا بالعاميه وتجاهليه على قد ما تقدري وتجاهلي ثورات نتاعو، لانه يبدا يدير لك هكا حوايج باش يقلقك وكل شيء. وثقي في نفسك، كوني واثقه من نفسك. مام الى هكذا كما نقولوا حب يقلقك ولا حب يتهمك انتيا ولا يبدا يدير لك الصمت العقابي ولا هكذا، تجاهليه نهائيا وما تعيشيلوش. واذا بدا مثلا هكذا يبدا يلوح لك في الكلام، يبدا يعكر لك في مزاجك ثاني، ديريه ثاني دوكا قلبي عليها الطاوله انتيا وعودي ديريه شفاف هكذا وتجاهليه نهائيا وكشغل ما كيش تشوفيه هكذا قدامك. لانه فرحه العيد والمناسبات هذه البنات راها ما تتكررش، عندنا مناسبات هكذا في العام محدوده، من ثلاث مناسبات ولا 4 يزيد هذا مسيو ولا هذه الانسه النرجسيه تجي تفسد لك، يعني المراه النرجسيه ولا الرجل النرجسي يجيو يفسدوا لك الفرحه تاع العيد نتاعك ويبداو يديروا لك في المشاكل وكل شيء. ومن بعد هذا الشيء كله يقلبوا عليك الطرابيزه قالها هذاك ويبداو يقولوا لك انتي المشكل فيك انتيا، وانتيا اللي ماكش مليحه، وانتيا اللي ديري المشاكل، وانتيا اللي راكي تتحسي. هيا استغني عن وجوده وتجاهلي ثوراته وثيقي في نفسك. وكل عام وكل ضحيه للنرجسي بألف خير وقوه. ربي يقويكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.